موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. النظام السوري يمدد مفعول الهدنة في حلب وريفها لمدة 48 ساعة. أنقرة اتفاقيات وقف إطلاق النار في سوريا حبر على ورق، وعلى النظام وروسيا وقف هجماتهم ضد المدنيين. بعد اعتقال الشيخ مؤنس حمزة من الطائفة الدرزية في جرمانة ساد توتر أمني على حواجز النظام. جون كيري: على جميع الأطراف الالتزام بوقف الأعمال العدائية في سوريا، ويتوقف الأمر على القادة المتواجدين على الأرض. مقتل شرطيين من الجيش التركي في تفجير في ولاية وان الواقعة جنوب شرق تركيا. منظمة هيومن رايتس ووتش: تركيا تطلق النار على اللاجئين. نجل أسامة بن لادن: الجهاد في سوريا هو تمهيد الطريق لتحرير فلسطين.